السلام عليكم. لو عايزين تشوفوا القسم الأول من القصة دي فهتلاقي الرابط في أول كومنت، وإذا شايفين إن القناة تستحق تكبر فاشتركوا في القناة واعملوا لايك وكومنت برأيكم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لإخواتنا، ويلا بينا نبدأ قصتنا. وبعد كده النظام بيقدم لهم مكافأة التسوية للمهمة الرئيسية في تشينج تشو. هيتكافئ لاعبين تشينج تشو بشكل عام ب100,000 نقطة خبرة. وهم بيقولوا ايه 100,000 نقطة خبرة؟ ده انا كده ممكن اطلع عدة مستويات. وهم بيقولوا دي فعلا حاجة رائعة ان الواحد يحصل على مكافأة. وبقية اللاعبين بيقعدوا يدعوا للي كمل المهمة، بيقولوا ايه استنى انا ما عملتش حاجة وخدت 100,000 نقطة خبرة مقابل ولا حاجة. وبطلنا بيقول بعد كل حاجة المكافآت العامة هي مكافآت متساوية لكل اللاعبين بغض النظر عن بقى إذا كانوا هيشاركوا ولا لأ. غير كده دي مجرد 100,000 نقطة خبرة، يعني دي مش حاجة كبيرة. والنظام بيقوله تم تسوية مهمة تشينج تشو الرئيسية وانت هتاخد دلوقتي مكافأة المساهمة. وبطلنا بيقول ده اللي انا بتطلع ليه. وهو بيقول له مهمتك الرئيسية في الجولة دي من تشينج تشو انت ساهمت مساهمة استثنائية وقيمة المكافأة 8 مليون نقطة خبرة. وبطلنا بيقول ايه 8 نقطة مليون نقطة خبرة؟ هو ده كل حاجة؟ وبطلنا بيكون شكله منزعج جدا وبيقول شكل كده مكافأة قيمة التجربة للخط الرئيسي كله هي 10 ملايين بس. وده معناه ان الحلقة الاولى مش قوية خالص، ولكن النظام بيقوله علشان انت ساهمت مساهمات غير عادية في مهمة تشينج تشو الرئيسية فانت هتتكافئ كمان بنقاط سمات عشوائيه ب8 نقط. وهو بيقول ايه استنى هو ايه ده 8 نقط من السمات العشوائيه؟ انا فعلا بتراجع على اللي انا قلته، الحلقه الاولى فعلا رائعه جدا، انا كده استخدمها. وبعد كده نقاط السمه العشوائيه النظام بيستخدمها فعلا، وهو بيقول انا هستخدم 5 كبدايه. وبطلنا بيقول قيمه الحظ بتاعي هي 3 وارقام كتير جدا، ومع القيمه دي فانا اكيد مش هحصل على اي حاجه رائعه. ولكن بطلنا بيجي له تأهيل السيف. وبطلنا بيقول ايه تأهيل السيف؟ هو انا بقيت مبارز دلوقتي وايه الفايدة من ده بس؟ وبعد كده بطلنا بيجي له تأهيل العصا. وبطلنا بيقول هو ايه النظام المعتوه ده؟ وده معناه ان كده مفيش اي حاجة تانية؟ هو ايه تأهيل السيف والعصا ده؟ هو فاكر ان انا هروح للحرب لوحدي؟ وبعد كده بيجي له مهارة الاختفاء وبياخد فيها مرتين. بطلنا بيقول ايه 2 من الفئة بتاعت الاختفاء الأرجوانية. دي فعلا مش وحشة خالص، المفروض تكون سمة الاختفاء دي بتملى 10 نقاط بشكل مباشر. دي فعلا سمة كويسة جدا في ايد قاتل محترف. انا دلوقتي مش متبقي معايا غير واحدة، ولكن دي من الفئة البرتقالية، ولكن فجأة هي بتتغير وبيبقى لونها اخضر وبتكون تأهيل بنية الجسم. وساعتها بطلنا بيتضايق بيقول ايه ده تافه، ولكن هو مهم في نفس الوقت. ولكن ده مش بالأهمية دي يعني، فأنا مش دبابة بعد كل حاجة. وبطلنا بيكون متضايق جدا وبيقول دي آخر نقاطي ومفيش أي سمة برتقالية المرة دي. وبعد كده بطلنا بيستعمل ال3 الباقيين وبيقول دي بقت عبارة عن مؤامرة دلوقتي، علشان كده أنا لازم أخدها علشان أحصل على اللي أنا عايزه. وفعلا اخيرا بيجيله الفئه البرتقاليه. وبطلنا بيقول بس انا هبدا بالفئه الزرقاء الاول لان هو بيكون جاله 2 زرق كمان. وبطلنا بيقول كويس جدا، دول نسختين من مهارات الحس الملكي ودي بتتناسب تماما مع قوتي سيف القلب. وبالرغم من كل اللي انا حصلت عليه كان عباره عن شويه زباله، فاللي حصلت عليه دلوقتي افضل بكتير. دي بتتجاهل قوتي بشكل مباشر الجسم علشان تهاجم الروح، علشان كده كل ما كان الحس الملكي اقوى كل ما قدرت اقضي على ارواح ذات مستويات اعلى. وحتى لو كنت في العالم الرابع فمش مستحيل خالص ان اقتل ممارسين في العالم الخامس. علشان كده خلينا نشوف نوع المفاجأة اللي هحصل عليها دلوقتي، وقصده هنا على الفئة البرتقالية طبعا. وبعد كده باشيان بتبص على بطننا وبتشوف اللي هو ساكت وبتقول ايه ده ماله العم له، هو ساكت ليه بقاله فترة؟ هو فعلا بيشاهد الغيوم كده؟ انا فجأة بقيت فضولية جدا. ولكن بطننا طبعا مع النظام، وبطننا بيقول الفئة البرتقالية والمعروفة باسم الأكثر الفئات تميزا يا ترى هتطلع عديمة الفايدة. وبعد كده بيجيله تعزيز قوة السماء والأرض +1. وبطلنا بيقول السبب اللي خلى اللاعبين يطلقوا عليها أكثر الفئات عديمة الفايدة هو وجود شرط مسبق علشان تستخدمها. في البداية انت كان لازم تكون مستنير روحيا لقوة السماء والأرض علشان تتفعل، وبدون التنوير ده ما كانتش هتنفعل المهارة. ولكن المختلف ان حققت الشرط ده فعلا، علشان كده دي كنز بالنسبة لي. وبطلة بيفعلها تفعيل كلي، وساعتها
قوة السما والأرض بتاعته بتزيد. وبعد كده بيشيان شيان بتكون مستغربة جدا وبتقول في بالها إيه، هو إزاي بيخترق العم له بمجرد النظر للسماء الزرقاء والغيوم البيضاء؟ هو إيه مدى عبقريته بالظبط؟ من الواضح اللي هو وحش. وجيان بتكون برضه مستغربة وبطنها بيقول خلينا نجربها دلوقتي. وبطنها بيحاول يخترق السحاب وفعلا بيقدر يمحي السحاب ده. وبطننا بيقول انا هقدر امحو اي حاجه قدامي. وبطننا بيقول في باله خلينا نجرب حاجه تانية مثيره للاهتمام. ولكن باي شيان شيان وجيانج شينيان هما الاتنين مستغربين جدا. وبطننا بيقول كلمه سيف وساعتها هو بيشكل سيف في السماء. وهما بيقولوا ايه، بيقدر العم له اللي هو يحشد قوه السماء والارض رغم المساحة الكبيرة دي. مش دي حاجة محدش يقدر يحققها غير لما تبقى ممارس عظيم. وبعد كده بنشوف في حاجة غريبة بتنزل من السماء ودي بتكون على شكل سيف. وباي شيان شيان بتقول العم له بيقدر يتحكم في قوة السماء والأرض دلوقتي. وبطنها بيقول لها وليه لأ، وهي بتقول ولكن ده مفيش سجل عن ده في الكتب القديمة، وده معناه ان الاسلاف ما عملوش كده ابدا. وبطننا بيكون واقف قدامها بكل فخر وهي بتقول في بالها مش ده معناه ان الاسلاف فعلا ما عملوش كده، معنى كده ان الاخ لوتشوجي هو اللي عمل كده لوحده. وبعد كده النظام بيقول لبطلنا في ادله بتتعلق بمهمه بايتشو الرئيسيه ودي الروح الشريره نيرفانا ودي جايه دلوقتي. وبطلنا بيقول كويس جدا يا نظام. وبطلنا بيبدا يتحرك ناحيتها وبيقول انا حاسس باثر للموت وهاله الاشباح، علشان كده انا هروح بسرعه للمصدر. وهو بيقول في باله دلوقتي بقت المعلومات بتتوفر في كل مكان، كل اللي انا لازم اعمله ان اتبع النظام. وبعد كده السيف اللي هو عمله بيروح وراه. وجيانج شينيان بتقول ايه اثر للموت وهالة الاشباح ده حتى انا ما حسيتش بيها. وباي شيان بتقول بسرعه بسرعه يا عم جيانج احنا لازم نتبعه حالا. وبعد كده بنشوف في قطيع من الذئاب بيجروا ورا ناس كتير جدا وهم بيقولوا ايه ده عامل زي مطاردة الكلاب البرية في الريف. وهو بيقول له ايه كلب بري، انت مسمي ده كلب بري؟ هي ليه هربت مجموعة الذئاب الجليدية دي فجأة؟ ومنين جه بس زئير الوحش المرعب ده؟ ودول كده شكلهم بيكونوا لاعبين. واحد بيقول اخويا انتبه الذئب ده هيعضك من حتة انت مش هينفع تعرفها. واحد بيقول احنا اتفقنا اللي احنا نيجي هنا علشان نصطاد ذئاب الجليد كتجربة يعني مش حاجة، ازاي قلب الوضع كده؟ وبعد كده فعلا الذئاب بتهجم عليهم من كل مكان وفي ذئب بيعض رقبة واحد بيقول كده انتهى الموضوع، انا كان عندي فرصة حياة واحدة بس، انا مش عايز ارجع كل شوية. وبعد كده اللاعب ده بيقع على الارض وهو بيقول ايه ده فعلا جنون. بس استنى، هو ايه الظل اللي جاي من السما ده فعلا عامل زي السيف العملاق. ولما بيبص عليه بنلاقي ان ده هو سيف بطلنا. والشخص ده بيبدأ يسجل وبيقول ان ده شكله كده صاحبه ثاقل عظيم جدا. انا بقيت مشهور دلوقتي علشان كده حتى لو مت النهارده فانا لسه عندي حاجه عايزه ابثها. وده كده هو اصلا المصور اللي بيصور لوتشوجي على طول. وهو بيقول يا قوم دلوقتي جه الوقت علشان نعمل بث مباشر تاني، والمره دي عندنا ثاقل عظيم وهو هيذبح الذئاب الجليديه دي بكل سهوله. وهما بيقولوا ايه المعتوده تاني، ده من ساعه ما طردوا الذئاب الجليديه وهو كان عمال بيعيط، ولكن دلوقتي هو بيقول عليهم ذئاب جليد صغيره. وفجأة هما بيشوفوا فعلا حد نازل من السماء وده بيكون بطلنا لوتشوجي، ولكن هو مش بيبقى واضح لسه. والمصور بيقول ده شكله راجل وسيم جدا. هو مين الشخص ده؟ استنى، الوش ده مألوف جدا بالنسبة لي. وساعتها هو بيفتكر لوتشوجي اللي قتل شينشي وبيقول ايه ده مش ده نفس الشخص اللي ظهر المرة اللي فاتت؟ وده بتاع البث بتاع تشينشي، يا ترى ده معقول؟ هي دي فرصة ليا تاني؟ وبعد كده بيقول للكل بصوا كده ده لوتشوجي رئيس طائفة مو، ده جه بالفعل لبايتشو. وساعتها البث بتاعه بينفجر مشاهدين وبنشوف ذئاب كتير جدا رايحين علشان يهجموا عليه. وبطلنا بيقول ذئاب جليد دي علشان الاختبار بس. وساعتها بطلنا بيقول لهم موتوا، وبيستعمل قوة السماء والأرض وبينزم عليهم السيف العملاق. والسيف ده بيعمل انفجار كبير جدا وفعلا بيقتل ذئاب كتير جدا منهم. وفي مشهد تاني بنشوف اللي كل الذئاب مرمية على الأرض ومتقطعة الحتت وكلهم ميتين، ولكن بيكون في شوية لسه ما ماتوش. وبطلنا بيقول
ده فعلا ممل جدا، الموضوع ده ملوش أي فايدة خالص، المكافآت سيئة. بس يا ترى في أي سبب تاني؟ وبطلنا بيقعد يجمع خبرة من كل ذئب 2000 نقطة على الأقل، وبيكون جمع كتير جدا منهم. وبطلنا بيشوف علامة حمراء من النظام، ودي تقوية زائر القدماء. وبطلنا بيقول إيه زائر القدماء؟ ده شكل كده في حاجة بتقويهم انطلاقا من الوضع الحالي. فلما استيقظ أول زعيم لبايشو، وده الوحش القديم مالك الذئاب الجليدية، ففي الوقت ده كنت أنا وصلت بالفعل للمستوى ال50، وشكلت مجموعة من 50 شخص علشان نحاربه. وبعد كده بنعرف إن ملك الذئاب الجليدية ده ذو عيون القمر كان في الليفل 74 ساعتها، ومستوى الخطر كان قاتل، ومع 50 لاعب في المستوى ال50 وفيما فوق كان الفوز مضمون. ولكن النهاية دي كانت غير متوقعة، لأنه قتل ناس كتير جدا، واستخدم الوحش ده واحدة من مهاراته، وده علشان يرفع من قوته بشكل كبير. ولكن بفضل بيت شيان شيان اللي كانت اخترقت بالفعل العالم السادس، وتحت قيادتها كمل اللاعبين بتاع بايتشو المرحلة الأولى من المهمة. وفي الوقت ده حصلت بيت شيان شيان على لقب البطلة، ولكن الوضع مختلف المرة دي. المفروض ان يكون ملك الذئاب الثلجية في نفس مستوى تشينشي، ومع قوتي الحالية انا اقدر اتغلب عليه. وبطلنا بيقول هو انا ليه ما استخدمش الحل الاسرع؟ وبطلنا بيستخدم القوة الفكرية، وبيستعمل سيف القلب، وفجأة بتظهر العين الشريرة، وكل الذئاب اللي موجودة حواليه كلهم بيخافوا جدا. وطبعا كل ده بيكون متصور. وبطلنا بيقول كويس جدا، هتكشف ليه الذئاب دي موقع الملك بتاعهم دلوقتي. ده استخدام تاني لسيف القلب، وهو رؤية العلاقة الروحية بين الوحوش. يا ملك الذئاب انت ما عندكش اي مجال للهروب دلوقتي. وبطلنا بيقول بعد ما لقيت مكانك فدي هي نهايتك دلوقتي. وساعتها بطلنا بيستخدم قدرته العقلية علشان يقتل كل الذئاب، وفعلا ذئاب كتير منهم بيموتوا، وطبعا كل ده متسجل. وبطلنا بيقول بنظرة واحدة بس أنا هاني حياتكم كلها. وبالمناسبة الجسم المادي هيكون مجرد سماد للأرض دي دلوقتي. وبعد كده هو بيسمع عواء الذئب الملك، وبطلنا بيقول بدأ هو عواك بقى. وساعتها اللاعب المصور مش بيقدر يستحمل، وبطلنا بيحاول يلحقه، وبيستخدم قدرته ونية السيف، وبيقدر يحمي المصور. والمصور بيقول انا حاسس كده ان ممكن اموت المرة دي بجد، ولكن من الواضح ان هو هدي شوية، وده كان مجرد تهويل. ايه ده فيها الزهر ده بتحصل. وساعتها بيحصل انهيار تلجي، وبطلنا بيقول له لا ده مش زلزال، ده ذئب الجليد. وساعتها في ذئاب جليد كتير جدا بيطلعوا، وبطلنا بيشوف اللي هم كتير جدا. والمصور بيقول ده فعلا ذئاب كتير جدا، ده ممكن يتجاوز عددهم ال500. احنا محتاجين على الاقل 100 شخص علشان يكون عندنا فرصة. بس ايه ده مش خايف خالص. هو بيشوف بطلنا بيلاقيه هادي جدا، وبيقول ده واحد من اشهر الرؤساء في تشينج تشو، هو ليه مش خايف؟ بس استنى، انا حتى لو مت دلوقتي فانا هموت مع لوتشو جي في المعركة. وساعتها هو بيمسك الرمح بتاعه. قال ايه يعني عايز القاتل جنبه. وبطلنا بيقول في باله وهو بيضحك ده حقيقي من الصعب ان اقول لا. 2000 نقطة خبرة للواحد وهم 500، علشان كده هيكون في ازيد من 1,000,000 نقطة خبرة هنا. وبطلنا بيكون شايفهم مجرد نقاط خبرة ماشية على الارض. بطلنا بيقول اسمحوا لي ان اجرب قوة المية المحسنة علشان اشوف قدرتها القتالية الفعلية، ودي قدرة السماء والأرض طبعا. وبطلنا بيقدر يوقف التلج اللي نازل. والمصور بيقول ايه دي اتوقفت، دي كانت رقاقات التلج بس. هو ايه اللي بيحصل؟ هو وقف الزمن ولا ايه؟ ولكن بطلنا بيكون اتحكم في التلج فعلا. وبطلنا بيفعل الروح الروحية، وده علشان يبان جامد وكده. وبطلنا بيقول في باله دي رياح ولكن مش سيئة زي ما انا توقعت. وبعد كده بطلنا بيقول لهم يلا انطلقوا. وبنشوف الذئاب الروحية الكتير جدا عمالين يروحوا يهجموا على بطلنا، ولكن كلهم بيموتوا بسبب ضربات التلج بتاع بطلنا. وبطلنا بيقول الرياح دي واحدة من ملوك السماء، وارتفعت سرعتها، فهي ممكن تبقى عاملة زي الألعاب النارية البشرية، وكل ده طبعا بيكونوا متسجل. والمصور بيقول ايه ده هو ايه اللي بيحصل هنا؟ ده عامل زي الخالد الأسطوري بالظبط. وبعد كده المصور بيلمح جانج شينيان وكمان بايشيان، وهي بتقول في بالها سيطر العم لو دلوقتي على قوة السماء والأرض بشكل مثالي جدا، من المستحيل تماما انك تحقق المستوى ده في قوة السماء والأرض بس. وبعد كده بنشوف كل الذئاب ميتة، وبطلنا بيقول دي
كانت كل حاجة، دي مجرد مقبلات بالنسبة لي. وجيانج بتقول يا لوتشو جي هو انت لقيت اي حاجة غريبة؟ وبطلنا بيقول الذئاب الجليدية دي مجرد مقبلات. دلوقتي جه وقت الطبق الرئيسي، والطبق الرئيسي في العاصفة التلجية دي. وبطلنا بيوجه ناحية العاصفة وبيقول لهم احنا هنبص بصة هناك. والمصور بيقول في باله الموضوع مروع جدا، لوتشو جي اقوى بكتير من ما ذكر في المنتدى حتى. والمصور بيفرح جدا وبيقول حتى لو كان مصير الموت فانا لازم اكمل بس النهارده. يا ترى كم مره في حياتي هقدر اشوف حاجه زي دي؟ وفعلا هو بيروح وراهم، وبقيه اللاعبين بيكونوا مبسوطين جدا، بيقولوا ايه ده، جه لوتشو جي ده راح لبايتشو فعلا وقتل عدد كبير جدا من الذئاب، وكل ده في لمح البصر. دلوقتي دور بايتشو، اكيد هو هيعمل حاجه هناك. المفروض اللي زاد تقدم المهمة الرئيسية بنسبة 0.2%، والنهاردة هو يوم كويس جدا، وبكده هيقدم لوتشو جي زيادة بنسبة كبيرة جدا في المهمة الرئيسية لبايتشو هو كمان. علشان كده اللاعبين مبسوطين لأن هم كده كمان هيحصلوا على جايزة زي المرة اللي فاتت. واللاعبين بيقولوا لسه اللاعبين الأغبياء بيتصفحوا المنتدى علشان يشوفوا البث المباشر، ولكن الأذكياء هيروحوا الحقل الجليد، وده علشان يساهموا وياخدوا جوائز طبعا. وفعلا بقية اللاعبين بيربطوا نفسهم هناك وبيدخلوا للعالم، وبيكون في ناس كتير جدا هنا. واحد بيقول ايه هو انت بعتها؟ وهو بيقول انا اشتريتها مرة تانية بسعر مرتفع، وبالنسبة للسيد لو فده فعلا يستحق، وهو تقريبا هنا بيكون باع اللعبة. واحد بيقول خلينا نسرع، احنا لازم ندور على لوتشو جي. بالمناسبة الوحوش البرية اللي قتلها احنا ممكن نعمل منها حساء. وساعتها هم بيقعدوا يضحكوا. وواحد بيقول لسه اختي من بايتشو رائعة جدا، السيد لو هو سهر بايتشو، احنا موجودين في الارض الشمالية دلوقتي. وبعد طول انتظار جه وقت نهضة بايتشو، وفعلا كل اللاعبين بيتوجهوا لهناك، وبنشوف ملك الذئاب وهو بيقول اخيرا، وبنشوفه وهو لسه في عمود التلج، واليد المقدسة بيقول ده ملك الذئاب الجليدية، ده وعيون القمر. والبنت اللي معاه بتقول هو ليه مش بيتحرك؟ وهو بيقول ده محتاج للدم علشان يصحى. وهي بتقول ايه دم؟ بس انا مش مستعدة. وهو بيقول لها لا جسمك جاهز فعلا. وهي بتقول في بالها ايه وعايز يضحي فيا ولا ايه؟ وساعتها هي بتجرح نفسها وبتقول له طب انا ازاي امنحه بس الدم ده؟ وهو بيقول حط ايدك على العين بتاعته التالتة. وفعلا هي بتعمل كده، وبتقول في بالها هي ممكن للعين التالتة دي اللي هي تمتص الدم، ولكن انا لو ما عملتش كده هو ممكن يقتلني فورا، انا كده ما عنديش اي خيار. وفعلا هي بتعمل كده وهو بيسحب دم كتير جدا منها، وهي بتقول لا ده بيمتص اكتر من اللازم، انا كده هموت. وساعتها هو بيقول لها ارجعي. فعلا هو بيشدها لعنده وبيقول لها يلا خلينا نمشي كده، خلصت التحضيرات. وهي بتشكره وده لانه انقذها، ولكن هو اللي بعتها للموت اصلا. ولكن فجأة هو بيحس بلوتشو جي، بيقول قوة المية دي هي نفسها اللي عند لوتشو جي. هو هنا مرة تانية؟ ده مستحيل، أنا مش هينفع أسيب الملك النهاردة، هو كده أكيد هيدمره. وساعتها هي بتلاحظ اللي هو خايف وبتقول إيه ده هو خايف من إيه؟ وهو بيقول لها ارجعي إحنا هناخد ملك الذئاب ده لبعيد. وساعتها هي بتكون مستغربة وبتقول إيه هو اللي هو بيقوله ده؟ هو احنا هنقدر فعلا اللي احنا ناخده بعيد بسهولة؟ وفعلا بنشوف ملك الذئاب بيحضم عمود التلج، وهو بيقول لا ده بدأ يستفيق دلوقتي. وبعد كده هو بيحاول يعمل اي حاجة، والبنت بتقول يا سيدي في حاجة جاية علينا. وهو بيقول في باله الهالة دي انا عارفها كويس جدا، ده في حد مستخبي هنا. وهو بيقول ايه ده صوته. وفجأة وهو مشتت ملك الذئاب بيقدر يتحرر وبيح على طول علشان يهجم عليهم هما الاتنين، وهما بيهربوا بسرعة، ولكن البنت بتتجرح. وساعتها بيوصل بطلنا، وبيوصل بعد انفجار كبير جدا، وبيقول لي جانج هو انت شفت الشخصين دول؟ وهي بتقول انا شفت حد فيهم، والست دي كانت بتعاني من نزيف حاد واصابات خطيره جدا في رجلها. وبنشوف البنت دي بتكون فعلا متصابه بشده، وجانج بتقول من الصعب الوصف، وبتقول لو شافها لوتشو جي فهو هيعرف ازاي يوصفها اكيد. وهو بيقول يا ترى في اي معلومات تانية؟ وهي بتقول لا اعتقد ان الست دي شكلها مألوفه، ولكن انا مش قادره افتكر انا شفتها فين قبل كده. وهو بيقول لها كفايه عاجلا ام اجلا احنا كده كده هنلتقي بيها مره تانية. وبطلنا بيقول كفايه اني عرفت معلومات عن الشخص اللي بيتلاعب عن الوضع خلف الكواليس، واما بقى اذا كنت هقتله ولا لا فده هيعتمد على اذا كان الراجل ده يستحق ولا لا.
ولكن بطلنا بيسيبه في الوقت الحالي. وباي شيان شيان بتقول ايه، ملك الذئاب الجليدية ذو عيون القمر، ده بيشاع ان الوحش ده وحش قديم ومرعب وبيتمتع بقوة العالم الرابع منذ ولادته. وبطلنا بيكون مستغرب جدا وبيقول ايه، العالم الرابع من ساعة ما اتولد؟ ده انا اشتغلت بجد جدا السنوات الكتير اللي فاتت دي علشان اوصل للعالم الرابع، والكلب ده بيمتلك القوة دي من ساعة ما اتولد. انا فعلا غضبان جدا من غير اي سبب. وجانج بتقول طالما ان الوحش القديم ده بيتغذى بدرجة كفاية، فمن الممكن اللي هو ينمو للعالم السابع او حتى العالم الثامن في المستقبل. ده بتشعر انه في العصور القديمة وصل واحد من أسلافه للعالم الثامن ودمر طوائف كبيرة جدا بنفسه. وبايشيان بتقول بس المفروض ان النوع ده من الوحوش انقرض من زمن بعيد جدا، المفروض ان ما يوصلش ذئب تاني للمستوى ده. ولكن ده ملك الذئاب الجليدية ذو العيون القمرية، ولكن هو أكيد مش بنفس المستوى. وساعتها بنشوف الذئب وهو في ليفل 44 وبيقعد يعوي، ونشوف دي اندماج الحيوانات الغريبة. وبطلنا بيلاحظ ده بالنظام طبعا، وبنعرف ان الحيوان ده عنده نوعين من القوة، وهي يشمل الروح وقوة ملك الذئاب الجليدية، بحيث ان قوته بتتعزز باستمرار. وبطلنا بيقول ايه، الذئب ده وحش مندمج وعنده قوتين في جسمه، وده معناه ان قوته هتنمو بسرعة اكبر. وجيانج بتقول يا لوتشوجي يا شيان شيان ارجعوا، هو ممكن يهاجم. وهي بتقرر اللي هي تقتله، ولكن بطلنا بيقول انا جيت لهنا علشان عندي شوية شكوك وانا عايز الاقي لها اجوبة. وهي بتقول له خلاص انت لازم تخلي بالك من نفسك. وساعتها هو بيتقدم ناحيته، وبطلنا بيقول في باله لانه وحش اندمج فالمفروض انه يكون الوحش ده ذئب جليدي في اصله. وبعد كده بطلنا بيدور على روح الذئب الاصلية، وهو بيقول زي ما توقعت بالظبط الاندماج لسه ما اكتملش لحد دلوقتي. وبطلنا بيقول نظرا لانه لسه ما اكتملش فده هو افضل وقت علشان نقتله. من اعماق الجليد اللي انت نهضت منها انا هدفن جثتك فيها دلوقتي. وبعد كده بنطلع بره وبنعرف ان على بعد مئات الاميال في مكان ما في كهف جليدي بنشوف ساعتها البنت من البرج السماوي، وكمان اليد المقدسة وهو بيرمي لها حبة علاجية، وهي بتقول له شكرا ليك يا سيدي. وبتقول في بالها انا ما شفت السيد متعصب كده ومرتبك خالص، يا ترى هو كل ده بسبب الثقل ده؟ وهي بيكون قصدها طبعا على لوتشوجي. وبتقول في بالها يا ترى هو اللي خلانا نتراجع، وده علشان ما يلتقيش معاه وش الوش. واليد المقدسة بيقول في باله انا حجبت هالتي، ولكن انا متأكد ان هما ما شافوش مظهري ووضوح، بس كل حاجة حصلت فجأة، ما كانش في اي وقت علشان احمي ملك الذئاب. بس يا ترى الست دي شافت وشي؟ ولكن بما اني غير متأكد فانا ممكن استعمل الخطة البديلة. يا لوتشي انا ما اعرفش ده، ولكن انا لسه قادر اكتشف. وبعد كده هو بيفكر في خطة لجيانج شينيان وهو بيكون عايز يقتلها، وبيقول زي آخر مرة بالظبط. وهو هنا يا شباب اللي ما فهمش اللي حصل، ففي مشهد هو شافه بالعين بتاعته لما بص على جيانج شينيان، وهو هنا شاف المستقبل بتاعها وهي هتموت على ايد الذئب الجليدي ده المفروض. وبعد كده بنشوف اليد المقدسة بيقول حاجة غريبة، بيقول يا سيدي من فضلك اديني المعرفة. وساعتها هو بيشغل طاقته وبيحطها في عينه، وهو بيقول هي دي قدرة التنبؤ. ولكن الست هي اللي بتقول كده في بالها، وبتقول بغض النظر عن عدد المرات اللي انا بشوفها فدي بتفضل قوة غامضة جدا. ولكن ساعتها بنشوف اللي هو بيكح دم، وبتقول ايه ده، ايه اللي حصل؟ وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم، اكتبوا لنا رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة هنا في قناة منهوات فياريت تشترك، والقناة بتاعت منهوات هتلاقيها في أول كومنت. يلا مستني ايه يا صاحبي؟ ويا ريت تنضموا لجروب التليجرام، هناك هننزل لينكات القصص كلها بالترتيب، وكمان لو في منهوة عايزين نعملها فابعت لي على الانستا، وده برضه هتلاقيه في اول كومنت. وفي الاخر عايز اشكركم على دعمكم الجبار ليا، ودمتم سالمين. يلا سلام.